فيديو جديد يا شباب. طبعا شريت مايك جديد، اتمنى يكون الصوت احسن. فيديو جديد من السلسله اللي انتوا بتحبوها. لا بتحبوها، هو اصلا السلسله الوحيده في قناتي. طبعا النهارده هيكون عندي ان شاء الله انجليزي وفيزياء. انا بقالي 3 ايام نايم في منصه الكيمياء ومنصه الاحياء، فانا نسيت ان في ماده اسمها انجليزي وعربي وفيزياء. علشان كده قررت ان انا قاعد هنا هشوف اخرتهم المواد دي. انا قاعد. طبعا حاليا الساعه 1:30 الظهر، وعندي انجليزي مستر احمد طارق. بس انا هروح اعمل شاي وارجع باذن الله اذاكر لحد الساعه 5، بعد كده انام. طبعا دخلت في اليوم اللي بعده، ودلوقتي عندي شاي. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10:30 الصبح. فان شاء الله كده عاوز اذاكر فيزياء واذاكر عربي، لان انا مرقم عربي برضه. طبعا قلعت الجلابيه علشان حرفيا درجه حراره الاوضه هنا اوفر 700. يعني حرفيا الاوضه دي لو قعدت بالجلابيه 10 دقايق بتحرق حرفيا. يا عم ارجع حديد هنا حرفيا. درجه حراره دي ارجع حديد. كاميرا هاي. طبعا انا طلعت من منصه الاحياء وهنزل الاحياء سنتر. طبعا ليه؟ هل عشان الجوهري وحش؟ لا لا بالعكس، الجوهري من احسن المدرسين بتوع الاحياء طبعا. بس السبب لان انا عايز اطلع مع اصحابي، زهقت من الاونلاين حرفيا. والمدرس اللي عندنا يعني مدرس شاطر، بسم الله ما شاء الله عليه. فان شاء الله في فلوج قريب. الفلوج ده هطلع يعني يوم دراسي عادي، وهروح في نفس الوقت للسنتر. فالموضوع هيبقى حلو لما اطلع. يعني انا كل مره بصور فيديوهات هنا حرفيا ما بطلعش. فلما اطلع كده وسنتر والاجواء دي هيكون ان شاء الله فلوج حلو. فبس دلوقتي هندخل على الفيزياء. طبعا يا جماعه السيطره تحت الامور، فان شاء الله كده الدنيا تمام. طبعا دول كتب الفيزياء عشان هبدا فيزياء دلوقتي. المهم طبعا لقيت مستر احمد طارق منزل تفاصيل الكتب اخيرا. ده احنا داخلين على شهر 10 ولسه ما جبناش كتب انجليزي. فخلينا نشوف. واخيرا باكج كتب الترم الاول كامله لثالثه ثانوي تمت وجهزت بفضل الله بعد اكتر من 20 يوم عمل متواصل صبح وليل. قدرنا نخلص الحمد لله. تعالى بقى اعرف تفاصيل الباكج وعملنا فيه ايه. اول حاجه عندنا كتاب الجرامر. ده بقى يا صديقي العزيز فيه شرح الجرامر كله كاني قاعد معاك بالظبط، مش هتحتاج ان انت تكتب ورايا. تاني حاجه بقى كتاب الفوكاب، وده فيه مفاجآت كتير جدا. حته الكتاب ورايا هو منزل لنا يونت 1 بي دي اف. حرفيا بعرفش اذاكر على البي دي اف. اضطريت اكتب يونت 1 كله على ايدي حرفيا الجرامر. فاتمنى فعلا ان يكون كتاب الجرامر فعلا مش هحتاج ان اكتب بايدي، لانه تعب. موضوع ان انا اسمع شرح فيديو مثلا ساعه ونص جرامر واكتبه بايدي موضوع متعب جدا. عندك كل الفوكاب بتاعتك والسينونيمز والانتونيمز والكوليكيشنز وكل ما تتخيله، اضافه ان في شويه العاب جديده كده احنا عاملينها في الكتاب. دي هتساعدك ان انت تحفظ بسهوله وهتثبت الكلمات في دماغك وهتساعدك تكتب جمل وهتيسر عليك حاجات كتير قوي. تالت كتاب معانا هو كتاب الواجب. ده يا صديقي هتحل فيه كل الهوم ورك بتاعك اللي انت هتسلمه على المنصه. طب رابع كتاب معانا هو كتاب القصه. ده فيه قصه بتاعتك كامله مترجمه، اسئلتها مترجمه، شغل جامد جدا معمول في القصه. طب ايه بقى خامس كتاب معانا؟ عندنا كتاب السكيلز، معمول فيه مفاجآت كتير والعاب كتيره. عندك كل السكيلز بتاعتك بطريقه جديده جدا، الشرح بتاعك، الحل بتاعك، كل دي حاجات مختاره بعنايه. قطع ترجمه، العاب للاسي، طمن معمول لك شغل جديد وحصري واول مره يتعمل. طب يا مستر معلش بقى تعالى لنا في المهم. الهدايا يا مستر، الهدايا يا مستر. يا صديقي العزيز عامل حسابك، بس دي يا صديقي مفاجاه. معلش دي مع الكتاب، وانا طالع ان شاء الله علينا كده على الكتاب انا هعرفك الهدايا. المهم ان اخيرا الحمد لله الكتاب دخل طباعه وهيكون متوفر في خلال 7 ايام ان شاء الله قبل المحاضره الجايه. الكتاب دلوقتي متاح للحجز.
تقدر تحجزه اونلاين من على موقع بوك ماركت او اوفلاين من منافذنا في كل محافظات مصر. طيب التوزيع هيتم ازاي يا مستر؟ التوزيع هيتم باسبقيه الحجز، يعني اول ناس هتحجز هي اول ناس هتستلم، وبعدهم اللي حجز بعدهم، وهكذا. طبعا يا جماعة خلصت محاضرة العربي بتاعت مستر محمد صلاح اللي هي بتاعت كده واخواتها، وحاليا الساعة 11:30. انا كده خلاص اتوقع خلصت، مش هذاكر تاني النهاردة طبعا يا جماعة. بس انا كده خلصت، ان شاء الله بكرة هبدأ اصور فلوج. انا فعلا طولت، انا اخر فيديو تقريبا نزلته من 10 ايام ولا حاجة. بس يعني انتوا عارفين ضغطة المعسكرات والمدرسين، كل مدرس منزل معسكر شرح 3 فيديوهات 4 5 فيديوهات حل و3 شرح، ضغطة كبيرة الفترة اللي فاتت. فانا ما عرفتش اصور طبعا في الفترة دي، والحمد لله خلاص فك الضغط شوية وهنعرف نلم كل حاجة. مش هحرق عليكم، الفلوج هيكون بعيد شوية عن الدراسة، يعني اول الفيديو دراسة وبعد كده اخر الفيديو هختمها يعني ان شاء الله، بس الموضوع يظبط معنا.